ايش رايك نجرب الكرك وتقول لي ايش رايك فيه؟ اي طبعا. اوكي يلا خلينا نجربه. ولو اني غشيت واخذت قبلكم. مرحبا بالجميع بقطر تبدع. كركنا اليوم مع مغني ملحن وهو قيصر الموسيقى العربية كاظم الساهر. كاظم شو اخبارك؟ الحمد لله. مرحبا بقطر اول شيء. احنا جدا سعيدين بوجودك هنا معنا. سعداء بوجودنا هنا دائما. احنا اكيد يعني هذا مو سر يعني ان قطر استضافت كاس العالم، وانا اول شيء بحب اعرف ان هل انت مشجع كرة القدم؟ انا طبعا اكيد. انا كنت العب كرة قدم. ما شاء الله. اي طبعا لعبت كثير بشبابنا يعني زهورنا، وخلينا نشكر قطر على هذا الابداع الرائع. خلينا نشكر قطر انه فعلا رفعت راس يعني السعادة الغامرة اللي كان هم فيها. وحبيت فعلا أشكر منتخباتنا العربية، فعلا بدعوا يعني فعلا كانوا رفعت رأس حقيقة. واحد يفتخر ويتباهى بهم باسمهم. حقيقة لعبوا بطريقة قتالية في الملعب وونسوا العالم، ويعني كانت لحظات سعيدة حقيقة. واحنا نشوف البطولة هاي الرائعة، يعني كانت متعة. كأس العالم متعة بصراحة. قيصر الموسيقى العربية شلون يستلهم ألحانه؟ هل هي من الحب، من الألم، ولا في اسمه تقول like resources others resources؟ أحيانا الألحان تأتيك ما تعرف كيف، يعني هي موهبة سبحانه وتعالى يعطيك إياها. أنا صغير يعني هوايتي إنه أنا كان عمري 12 سنة كنت يعني دخلت في هذا المجال. يعني بديت ألحن قصائد، بديت أكتب الشعر، بداية مبكرة جدا، وألحن وأضم عندي يعني حتى من سألوني على زيديني عشقا، أنا قلت لهم لحنها أنا عمري الله يرحمه نساني نزار وبعت لي إياها، قلت له أنا ملحنها عمري 16 سنة، بس مو كلها، ملحن المذهب بس كلها. فهي موهبة. إلهامك للشعر العربي كبير، فخلينا نقول احنا يعني هل تغير الشعر العربي؟ هل شفنا تطور فيها، أو هل شفنا في شيفتنج التوجه فيها؟ الشعراء المبدعين دائما موجودين فيه، دائما تخرج قصائد أكثر من رائعة حقيقة. ولكن اختلف يعني اللغة كانت زمان يعني تقرأ سطر على الشاب يقول لك مدى فهم من أداء. مثلا مرات أختار قصيدة أختارها أنه لازم الطفل لما يسمعها يستمتع بها بالمعنى، أيضا يجد فيها معنى قريبة، فالشيء قريب عليه. فالسهل الممتنع صعب تجده. تكلم عن الكلايمت تشينج واهتمامك بالطبيعة، وخاصة أن أنت تزرع. أنا عرفتها بعد أن أنت صحيح. حبك لشجرة النخيل أزول. فترات كثير أقضيها من يومي في الزرع. فترات الأكثر، الساعات الأكثر هي في الزراعة. أنا كثير يعجبني هذا الموضوع. أنا أحس أن كل فنان لازم يعني له تواصل مع الطبيعة. ما في أفضل من الطبيعة، هي الطبيعة حاضنتنا كلنا. لو ما حافظنا عليها الكرة الأرضية، لو ما حافظنا عليها خلص يعني. إيش رأيك نجرب الكرك وتقول لي إيش رأيك فيه؟ أي طبعا. أوكي يلا خلينا نجرب. ولو أني غشيت واخذت قبلكم. اهم شيء اللي فيه انه فيه الهيل، هذه قولتهم سيكريت انجريدينتس حق. وحتى الشاي العراقي بدون هيل شويه صعب. اي معروف شاي ابو الهيل، هذا اللي يربطنا. عندك الهيل. شاي ابو الهيل طبعا. قيصر الموسيقى العربية، شكرا جزيلا على وقتك. شكرا لكم. شكرا جزيلا. يعطيكم العافيه. مشاهدينا شكرا لانضمامكم الينا، ان شاء الله نشوفكم في الحلقه المقبله.